تاريخ الدوري المصري محدش سجل أهداف أكتر منه. 173 هدف، رقم صامد لعشرات السنين. لكن الغريب إن صاحب الرقم القياسي ده ناس كتير من الجيل الجديد ما يعرفوش عنه غير اسمه. إزاي لاعب يوصل للقمة دي ويبقى واحد من أكتر الأساطير المظلومة في تاريخ الكرة المصرية؟ دي حكاية حسن الشاذلي، أسطورة الترسانة والهداف اتولد التاريخي حسن الشاذلي للدوري سنة المصري 1943، وفي وقت كانت فيه الكرة المصرية لسه بتكتب تاريخها. ومن أول ما لمس الكورة كان واضح إن الولد ده عنده حاجة مختلفة: قوة بدنية، تسديد مرعب، وحس تهديفي نادر. وبين أندية كتير كانت بتحلم تضمه، كانت البداية الحقيقية مع نادي الترسانة. وقتها الترسانة ما كانش مجرد نادي بيلعب في الدوري، لا، كان واحد من أقوى أندية مصر، وبينافس الأهلي والزمالك على البطولات، وبيطلع نجوم كبار كل سنة. ومع أول مواسمه بدأ اسم حسن الشاذلي يظهر بقوة، كل موسم أهداف أكتر، وكل مباراة دفاعات بتعاني قدامه. ومع الوقت بقى المهاجم اللي أي مدرب يتمنى يكون عنده. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش مجرد نجاح لاعب كبير. حسن الشاذلي بدأ يعمل أرقام محدش كان متخيل إنها تعيش لعشرات السنين، وأرقامه لحد النهاردة لسه بتتحدى كل المهاجمين اللي جم بعده. لكن قبل ما نحكي عن الأرقام القياسية دي، أول 5 هدافين في معلومة صغيرة لازم المصري. تعرفها. الأول هو الأسطورة حسن الشاذلي، الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 173 هدفاً. والرابع هو النجم مصطفى رياض برصيد 123 هدفاً. وده يوريك قد إيه الترسانة كان مدرسة كبيرة في صناعة المهاجمين. نرجع بقى لحكايتنا. حسن الشاذلي ما كانش مجرد مهاجم بيسجل كتير، كان مهاجم يعرف يسجل بأي طريقة، برأسه، بقدمه اليمين، بالشمال، من جوه منطقة الجزاء ومن بره المنطقة. كان عنده تسديدة قوية جدا، لدرجة إن حراس المرمى وقتها كانوا بيعتبروا مجرد خروجة انفراد مع الشاذلي أزمة حقيقية. وده انعكس على أرقامه بشكل مرعب. حسن الشاذلي حقق لقب هداف الدوري المصري 6 مرات، وهو رقم قياسي ما زال صامدا حتى اليوم. وفي كل موسم تقريبا كان المنافسون بيجروا وراه، لكنه في الآخر هو اللي كان بيخلص في الصدارة. ومع مرور السنين هدف ورا هدف، رقم ورا رقم، لحد ما وصل إلى 173 هدفا في الدوري المصري، رقم عاش عشرات السنين. وكل جيل يطلع مهاجم جديد الناس تسأل هيقدر يكسر رقم حسن الشاذلي. لكن الغريب إن رغم كل العظمة دي، اسم حسن الشاذلي ما أخدش نفس الشهرة اللي أخدها نجوم كتير جم بعده. وده يرجع لأسباب كتير، أهمها إن عصره ما كانش فيه نقل تلفزيوني بالشكل اللي نعرفه دلوقتي، ولا سوشيال ميديا تحفظ كل لمسة وكل هدف. لكن اللي شافوه وهو بيلعب أجمعوا على حاجة واحدة: إن حسن الشاذلي كان واحد من أعظم المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية. بس حسن الشاذلي ما فرض اسمه في الدوري المصري مع الترسانة، كان طبيعي إن باب منتخب مصر يفتح قميص منتخب. وحسن الشاذلي دخل المنتخب بنفس الشخصية اللي كان بيلعب بيها مع الترسانة، مهاجم لا يخاف ولا يتردد، وأول حاجة بيفكر فيها هي المرمى. شارك في عدد كبير من المباريات الدولية وسجل أهدافا مؤثرة، وكان واحدا من أهم عناصر المنتخب في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وقتها منتخب مصر كان بيمر بظروف صعبة، خصوصا بعد توقف النشاط الكروي لفترات بسبب حرب 1967 وما تبعها من أحداث أثرت على الكرة المصرية. ورغم الظروف دي حسن الشاذلي حافظ على مستواه ورجع يكمل تسجيل أهدافه بمجرد عودة المسابقات. وده يوضح إن اللي حققه ما كانش مجرد فترة تألق قصيرة، لكنه حافظ على مستواه لسنين طويلة جدا. يمكن علشان كده لحد النهاردة لما أي حد يتكلم عن أعظم المهاجمين في تاريخ مصر، اسم حسن الشاذلي لازم يكون حاضر في أول النقاش، لأنه ما كانش مجرد هداف، كان رمز للاستمرارية والثبات والقدرة على التسجيل مهما اختلفت الظروف. يمكن أي مهاجم كبير يحقق رقم قياسي واحد، لكن حسن الشاذلي جمع أكتر من رقم، وكل واحد فيهم كفاية يخلي صاحبه أسطورة. هو الهداف التاريخي للدوري المصري برصيد 173 هدفاً، وهو أكثر لاعب فاز بلقب هداف الدوري المصري بعدما حققه 6 مرات.
ولو كنت فاكر إن دي نهاية أرقامه فاستنى المعلومة دي. حسن الشاذلي سجل 34 هدفاً في موسم واحد، وده أكبر عدد أهداف يسجله أي لاعب في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري الممتاز. ولما كل الأرقام دي تبقى باسم لاعب واحد، يبقى احنا مش بنتكلم عن مهاجم عادي، احنا بنتكلم عن واحد من أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر. وده يمكن أكبر دليل إن بعض الأساطير ما بتحتاجش ضوء عشان تلمع، هي بتسيب أثرها، والأرقام هي اللي تفضل تحكي عنها. أنا مازن الأشقر، ودي كانت حكاية جديدة من حاجات بسيطة. ولو عندك أسطورة من أساطير الكرة المصرية تحب نحكي قصتها في الحلقة الجاية، اكتب اسمها في التعليقات. سلام.